ده؟ هو النهارده ايه؟ اول امبارح كان اربع، امبارح كان خميس، النهارده الجمعة. النهارده الجمعة، يعني مش هننضف، مش هنعمل اي حاجة. يا بنات يا بنات، يا ليلي يا اميرة، يا ليلي يا اميرة، عايزة ايه؟ يا ليلي النهارده الجمعة. ايوه فيها ايه يعني؟ يا ليلي النهارده الجمعة، يعني مش هننضف، مش هنعمل اي حاجة. ايه ده؟ النهارده الجمعة. ايوه، يلا نصحي اميرة. يا اميرة يا اميرة، يا اميرة، ايه يا بنتي عايزة ايه؟ يا أميرة النهاردة الجمعة، النهاردة الجمعة. الله، خلاص أنا صحيت أهو، أخيرا مش هننضف بجد. خلاص بقى يا جماعة، بما إن النهاردة الجمعة أنا هنام. لا طبعا، في إيه يعني، إحنا مش عايزين ننام. يلا بينا بقى نقعد شوية، وبالمرة نحكي نعمل إيه. ماشي يلا بينا. ما تقولوا بقى كده يا جماعة، كل واحد يقول هو جه هنا إزاي. يا أنا قصتي حزينة جدا، هتقدروا إنكم تسمعوها؟ أيوة عادي. يا عيني يا بنتي قصتك حزينة. أيوة، ماشي قولي يلا. بصوا بقى، انا ماما ولدتني وقامت ميتة على طول، واحنا كنا فقرا ما كانش معانا فلوس. مين اللي قالك الكلام ده؟ يعني تيتا اللي قالت لي. ماشي كملي. وما كانش معانا فلوس لاي حاجه، وكان ماما وبابا مشردين. وبعد كده قامت ماما قامت حامل فيا، وقاموا مخلفيني، وماما قامت ميتة على طول اول ما اتولدت. يا عيني. بعدها بقى ماما بعد ما ماتت، بابا هنا جابني دار الايتام. وانتي بقى مسامحاه؟ ايوه طبعا مسامحاه، لان هو ما كانش ليه ذنب، يعني كنت اعيش مشردة في الشارع، ما هو ملهوش بيت. يا عيني يا بنتي، والله صعبتي عليا. خلاص بقى يلا دورك انتي. ماشي. بص بقى، انا قصتي يعني هي حزينة، بس انا ما عدتش بعيط عليها. ماشي، احكي بقى. بصوا، انا بصراحة لقوني في كرتونة، هنا اللي في دار الايتام لقوني في كرتونة قدام باب دار الايتام، عادي يعني، بس ما عدتش بعيط على القصة بتاعتي. ماشي، يلا احكي لنا انت بقى يلا. عايزين تسمعوا قصتي؟ ايوه يلا احكي. انا بصراحة مش بحب اقولها كتير علشان بقعد اعيط لما بقولها. يا بنتي قولي يلا، انا مش عايزة اقولها. قولي بقى علشان خاطرنا. انا ماما وبابا سافروا وسابوني لجدتي. مش لازم بقى احكي تفاصيل اكتر من كده. سافروا دبي، سابوني لجدتي، وفضلت انا قاعدة لجدتي، وجدتي بقى ماتت. فهنا جدتي راحت المستشفى ونبضاتها وقفت، ويعني ما كانتش عايشة، ربنا ما كتبلهاش انها تعيش. فجابوني هنا بقى، الجيران جابوني هنا في الدار. يا عيني، قصتك حزينة جدا. دي بقى يا اختي اللي انت مش عايزة تقوليها. ايه على فكرة حزينة، اهلي اتبروا مني بقولك، على فكرة عادي يعني. يا بنات يا بنات. نعم. بصي يا بنات، هو في خبر جديد ان في بنت جاية النهاردة، هتبقى برضو معاكم في الدار. بجد؟ ايوه، علشان كده يعني ضفنا سرير، فالبنت دي هتيجي دلوقتي، عايزين برضو نعرفكم عليها وكده، وتتعاملوا معاها كويس جدا. حاضر مفيش مشاكل. ماشي، هي زمانها جاية دلوقتي. فين البنت دي اللي قالوا انها تتعرف علينا؟ مش عارفة. ما تعرفيش هي مين يا ليلي؟ لا معرفش. طيب تعالوا نقوم نشوفها. ماشي، ممكن كسلت تيجي هنا. ايه ده يا ماما، شكلها مرعب قوي. هي دي البنت؟ يا لهوي يا جماعة، دي شكلها مرعب جدا. انا بجد خايفة اقرب منها يا بنات، يعني احنا اللي مش خايفين قوي. على فكرة ممكن تبقى صاحية وسامعانا. ايوه انا صاحية وسامعاكم. ايه ده؟ على فكرة يعني احنا كنا واقفين عادي. لا، على فكرة انا بسمع وانتوا كنتوا بتتكلموا عليا. ايه ده؟ احنا ما اتكلمناش عليكي على فكرة. ما تقعديش تتلخبطي في كلامك، لان انا عارفة كويس ان انتوا كنتوا بتتكلموا عليا. وعلى فكرة مش فارق معايا كلامكم.
البنت الغريبة دي يا بنات؟ مش عارفين، شكل البنت دي غريب جدا. ايوه يعني هي تفضل معانا هنا في الملجأ؟ احنا وكمان مش لابسة ازاي. ايوه هنعمل ايه يعني؟ انا مش طايقة البنت دي بصراحة، شكلها غريب قوي، كمان لبسها يخوف، شعرها يخوف، فيها كل حاجة بتخوف. خلاص يا بنتي عادي على فكرة. لا مش عادي، البنت دي مرعبة وانا مش عايزة افضل معاها في الملجأ. خلاص بقى يا ليلي. يا ماما بجد البنت دي يا جماعة مرعبة وانا مش طايقاها. مم. طيب بقول لكم ايه؟ ايه؟ لا يا اختي انت كمان ردي. ايه؟ احنا ممكن نعمل خطة. انا كنت بشوف فيلم تركي، وكان ان هما بيعملوا حركات غريبة كده في البنت دي، وكانوا بيقعدوا يتريقوا عليها قدامها، فهي كانت بتختلف في الموضوع بقى، وتروح تلبس ازاي وتعمل كل حاجة. يا بنتي ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ خطة ايه اللي حلوة؟ اسكتي كمان. بصوا، احنا ممكن نتكلم قدامها. نتكلم قدامها ان في غرفة بيضاء، وان الغرفة البيضاء دي اللي ما يعني تعالوا بس نعمل مسرحية قدامها، وهبقى اقولك الكلام اللي تقوليه. ماشي، مين بقى اللي هيعمل المسرحية؟ انا وهي. ماشي روحوا، انا هفضل هنا. لا، خشي الحمام لان الحمام جنب الأوضة على طول. ماشي يلا بينا. احنا خشينا اهو. ماشي خشي يلا، ما تعليش صوتك كده يا بنتي. خلاص بقى يلا خشوا، هي نايمة اصلا. ايوه يعني اللي احنا هنقوله ده هيصحيها، بس يلا. عارفة ايه؟ عارفة يا ليلي ان اللي ما بيلبسش ازاي بيخش الأوضة البيضة؟ الأوضة البيضة؟ يا لهوي. ايوه بجد، والأوضة البيضة دي في واحد دخلها ومات، على بيقولوا ان فيها تعابين وجثث وصراصير وحشرات يا بجد يعني. يا بنتي لا اصلا مفيش واحد بس اللي مات، ده كتير. يا لهوي يا بنتي، ده انا عمري ما اتمنى ان اخش الاوضه دي. على فكره انا سامعه، واكيد دي مسرحيه انتوا بتعملوها عليا، لان هم عرفوني على شكل الملجأ ومفيش في الملجأ اصلا غرفه بيضه. لا على فكره في تحت في الكابو، هو الدار اصلا دور واحد. على فكره الدار ده مفهوش اي يعني. بطلي بقى بطلي، ما انت عارفه اصلا تقولوا ايه. يوه. ايه نفعت معاكم صح؟ نفعت صح؟ ايه اللي نفعت يا بنتي؟ قلتلكوا البت دي سوسة. خلاص يلا نروح. نعمل ايه بقى؟ ما تيجي نقول للمديرة. لا خلاص. يا ربي الاولاد دول لو عرفوا الخبر اللي انا جايبه لهم هيزعلوا جدا. لا لازم اروح اقول لهم دلوقتي. بصي يا بنات. نعم يا حضرة المديرة. بصي يا حبايبي، انتوا عارفين ان احنا هنا في الملجأ متضامنين جدا، وبنحبكم وطيبين معاكم، وبنعمل لكم كل حاجة. ايوه يا حضرة المديرة طبعا، بس هو في ناس جديدة هتيجي هنا بدلنا. بدلكم ازاي يعني؟ ايوه بدلنا. هما بيقولوا انها صعبة شوية، بس والله ما فيش حاجة بايدينا نعملها. ليه؟ احنا مش عايزين نقعد هنا. ليه مش عايزين تقعدوا هنا؟ ما انتوا طول عمركم قاعدين. لا يعني مش عايزين نقعد هنا وهم موجودين، اكيد الناس دي وحشة. اه احنا بجد مش عايزين نقعد هنا. طب نعمل ايه بقى؟ فهي زمانها جاية دلوقتي بقى يا بنات. يا ربي 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 ربي. خلاص بقى معلش، هي جاية اهي. خلاص هنطلع نستقبلها دلوقتي، او انتوا روحوا الغرفة بتاعتكم وهي هتيجي هنا ونستقبلها. نورتوا الملجأ. هو ده بيسمى اصلا ملجأ؟ انا كنت عارفة ان انا هاجي الاقي المنظر ده. انتي المفروض تكلميني باسلوب احسن من كده على فكرة، ودي احسن طريقة عندي وما بتكلمش غير بيها. على العموم دلوقتي احنا هنقعد في ملجأ ايه؟ في الملجأ الاحمر، الملجأ العين الاحمر. انتي طبعا عارفاه. ايوه عارفاه.
واحنا هناخد الملجأ ده، ومضطرين ان احنا نعدل على الملجأ ده جامد جدا. اه يعني الملجأ ده محتاج، يعني كأنه واحدة عايزة عملية تجميل بجد. على فكرة انت المفروض تكلميني باسلوب احسن من كده. انا على فكرة دي تاني مرة اقولها، وده قلت احسن اسلوب عندي، وقلت برضو تاني مرة اقولها. دلوقتي احنا نقدر نمشي؟ ايوه امشوا. بصوا يا بنات، هو دلوقتي احنا ماشيين خلاص، خلصنا حاجتنا وعملنا الشنط بتاعتنا. هو ايه الصوت الهبد ده؟ ده بيبني الغرفة البيضاء. هي دي كمان مسرحية؟ مسرحية ايه يا حبيبتي؟ ولا تحطي في بالك. على العموم يعني انا حابة اقول لكم ان انتوا هتوحشوني جدا، وكمان يعني بجد انا عارفة انها صعبة جدا، بس انتوا المفروض تكلموها باسلوب كويس زي ما احنا علمناكم بالظبط. هو انتوا خلاص ماشيين؟ ايوه يا حبيبتي، خلاص يلا سلام. ده الموضوع طلع بجد، نعمل ايه دلوقتي؟ يا رب انا بخاف جدا. خايفة، انا بجد خايفة ومرعوبة ومش عارفة اعمل ايه. انا برضو مرعوبة جدا. بيعملوا الغرفة البيضاء، الغرفة البيضاء دي فكرتها في الافلام وبس. يعني انتي بس اللي كنتي مفكرة كده؟ كلنا كنا مفكرين. ما تعليش صوتك كده بقى. خلصتوا الغرفة البيضاء؟ ايوه يا استاذة. اسمي ايه؟ حضرتك. ماشي. ظبطوها كده وحطيتوا التماثيل اللي قلتلكم عليها؟ ايوه، وحطينا كمان كيس اكل على الارض. شطار شطار. يلا روحوا نبهوا العيال اللي جوه دول ان الاكل بتاعهم يطلع لهم دلوقتي، وطلعوا لهم الاكل. يلا شوفوا التلاجة دي فيها ايه. دي فيها الاكل بتاعهم. ماشي ودولهم. بس حضرتك انتي قلتي ان احنا ما نودولهمش الحاجات النظيفة دي. هو ايه اللي في التلاجة؟ ايه ده؟ اكيد الاكل ده مش ليهم. اقفلي التلاجة وودلهم اي سندوتشات. حاضر يا مدام. يوه. حاضر. من غير ما تكمل، روح يلا من قدامي. وانتي روح قولوا لهم المفروض يعملوا ايه، وغيروا لهم الزي بتاعهم، وتسريحة الشعر تبقى تسريحة معينة ليهم كلهم. حاضر. انتوا مالكم؟ ملناش حاجة خالص. يلا كل واحد هيغير اللبس بتاعه دلوقتي.